تحليل سهم الشمس للإسكان. تاريخ 13/5/2026. السهم يواصل الأداء الإيجابي بعد اختراق مناطق مقاومة مهمة، ووصل إلى أعلى سعر عند 8.36 جنيه، مع ظهور زخم شرائي قوي وسيطرة واضحة للمشترين على الحركة الحالية. السهم نجح فيه الارتداد بقوة من منطقة 7.64، تكوين اتجاه صاعد واضح على المدى القصير والمتوسط، اختراق مستويات مقاومة متتالية، الحفاظ على التداول أعلى الدعم 18.802. الاتجاه العام ما زال صاعد، الزخم إيجابي وقوي، الثبات أعلى 8.24 يدعم استمرار الصعود، اختراق 8.36 قد يفتح الطريق لموجة صعود جديدة. الأهداف المضاربية القريبة: الهدف الأول 8.50، الهدف الثاني 8.60، الهدف الثالث 8.80، الهدف الرابع 8.90. وفي حالة اختراق 8.90 والثبات أعلاها قد تبدأ موجة قوية. الأهداف الاستثمارية المتوسطة والطويلة: 9.20، 9.50، 9.8، 10.50 أعلى على المدى الطويل في حالة استمرار الاتجاه الصاعد وتحسن السيولة بالسوق. أفضل مناطق الشراء: 8.10-8.02 شراء تدريجي، قرب 7.90 دعم إضافي قوي. أهم المقاومات: 8.36 مقاومة حالية، 8.50 مقاومة مهمة، 8.80 مقاومة قوية قبل الانطلاق. وقف الخسارة: كسر مستوى 7.52 يقلل من الإيجابية للمضاربين، وكسر 7.40 قد يضعف الاتجاه الصاعد بالكامل. لو حابب فرص مضاربة قوية وفرص استثمارية، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الفرص أول بأول. هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط، ولا يعد توصية بالشراء أو البيع. يرجى إدارة المخاطر وعدم المخاطرة بأكثر من 5% من رأس مالك في صفقة واحدة.